زينب عليه السلام قد غدرها الزمن وجار عليها ذاك العز ذاك الدلال إلى أن وصلت في مكان قد كان نعم تقف زينب في ربة الدلال وربة الخدر ربة الحجاب، تقف في مكان قد كان سوقا للأغنام. يعز عليك مولاي يا صاحب العصر والزمان. هاي بالسبي بالكوفة أوقفوهن في مكان قد كان سوقا للأغنام. بعد أمر ابن زياد المنادي أن ينادي. شي نادي؟ اسمع يا علي، أقسم عليك يا أمير المؤمنين بخدر زينب إلا ما نظرت إلينا نظرة كريمة، إلا ما نظرت إلى حوائجنا بجاه خدر الحوراء زينب. وأمر المنادي أن ينادي من أراد التفرج على السبايا فليأتي. نادى المنادي ذلك، جاء أحدهم لابن زياد قال يا ابن زياد أتريد أن تقوم عليك العشائر والقبائل؟ قال وما ذاك؟ قال إن بين نساء الحسين نساء من بقية العشائر والقبائل. قال ما أصنع؟ قال مر المنادي أن ينادي من كانت له امرأة فليخرجها من السبي. جاءت العشائر والقبائل، جاء بنو أسد قائلين أسدية أخرجي، أخرجوها. جاء بنو تميم قائلين تميمية أخرجي، أخرجوها. وهكذا بقية العشائر والقبائل إلى أن بقيت امرأة واحدة من بني فزارة مع عيال الحسين. جاءت إليها عشيرتها وقبيلتها، جاءت إليها عشيرتها قالوا قومي فزارية، فلم تقم ولم تجبهم، صاحوا بها ثانية قومي فزارية، فلم تلتفت إليهم. عند ذلك قالوا قومي فزارية وإلا دخلنا عليك وقتلناك لئلا تبقي عارا علينا. زينب تسمع أن السبي عار، بكت زينب عليها السلام. التفتت إليها قالت أخي قومي واذهبي مع عشيرتك وقبيلتك. قالت كيف أذهب وتبقين أنت وبنات رسول الله، لا عشيرة لكم ولا قبيلة. ثم قامت وأخذتها عشيرتها وقبيلتها، وبقيت زينب وبنات رسول الله لا عشيرة لهم ولا قبيلة. منو مع زينب؟ زينب تنظر على الرماح، تشوف رأس العباس، تشوف رأس الحسين، تتذكر تلك الأيام. مو مصدقة زينب ايش صار فيها. خويا صديق بعد الخدر لاني ذليلة مهبطة للراس اطوف ببلدة الكوفة وتتفرج علي الناس. خويا كلها تقول وتأشر هاي زينب، ولكلها تقول وتأشر هاي زينب، هاي اخت البطل عباس. انا صحت يا هضمة الهضمة بعد الخدر والحشمة، انا علي الناس ملتمة والله، ويسألوني عن الخوان واسكت من يسألوني.